تبدأ الحلقة مع أمان ورشني وتابيزي يعودان إلى المنزل، ويجد المنزل مظلم، فتسألهم رشني ماذا حدث وأين ذهب الجميع، وتنادي عليهم، وتأتي الأضواء ويفاجئون رشني ويلقون عليها الورود، فتفرح رشني كثيرا، وسلمى والجميع يأتون ويهنئون رشني بحملها، والجدة تخبر أمان ورشني أنها سعيدة حقا بهذا الخبر، والجميع يرقصون معا، وأمان يطلب من رشني ألا ترقص لأنه خائف على الطفل. ويأتي ريحان ويراهم وهم سعداء، ويعلم أن رشني حامل، فينظر ريحان لرشني ويتذكر صفقتها مع الجن، ورشني أيضا تتذكر وتحزن، وأمان يعانقها. وفي صباح اليوم التالي أمان يهتم برشني ويفعل لها الأشياء التي تحبها، ويتساءلون من بينهم الطفل سيشبهه. والجدة تطلب من العمة أن تغلق النوافذ لأن هناك مطر من الأمس، فيسمعهم ريحان وينصدم ويتذكر شيري، ويقول أنه اعتقد أنها ستمطر لنصف ساعة فقط. وفي نفس الوقت السماء تمطر على شيري، وشيري ترتجف وتقول أنها ستحصل على المال وستصلح كل شيء، ثم تشعر بالدوخة وتسقط على الأرض وتفقد الوعي. وريحان يأتي ويراها وينصدم ويحملها ويضعها بعيدا عن المطر، فتمسك شيري بيده وهي فاقدة الوعي وتخبره أن عمليته ستحدث وستحصل على المال. وريحان يشعر بالسوء لما فعله معها ويبكي. وأمان يأخذ رشني ويفاجئها ويريها العديد من الألعاب، فتفرح رشني بهم، وأمان يخبر رشني أنهم سيعطون كل الحب لطفلهم، ويقول لها أنهم فقدوا الكثير من الوقت، ولكن اليوم سيجعل حياتها مليئة بالسعادة. ثم أمان يحتضر رشني، والجن يراقبهم من النافذة ويعتقد أن رشني حامل. وريحان يأخذ شيري للمنزل، والجدة تخبر ريحان أن شيري مصابة بحمى شديدة، فيقول لها ريحان أن هذا بسببه لأنه جعلها تقوم ببعض العمل. ثم ينزل ريحان للأسفل ويتصل بخانة ويخبره أن يضع في حساب شيري راتب مقدم لمدة 6 أشهر، ويخبره أنه لن يطردها من العمل، فيوافق خانة ويغلق المكالمة معا. ثم تأتي رسالة لريحان من المكتب، وينصدم برؤية شيري هي من تضع الشموع على مكتبه، فيعصب ريحان ويقول أنها فعلت هذا عمدا وكذبت عليه. ونتاشا تتسلل وتدخل غرفة ريحان وترى الخنجر وتأتي لتأخذه، لكنه محمي ولا تتمكن من لمسه. ورشني تأتي لتذهب، فيوقفها أمان وينظف قطرة الماء التي على الأرض، ويقول لها أنه كان من الممكن أن تنزلق بسبب قطرة الماء هذه. ورشني وأمان يسمعون صوت بغرفة ريحان ويدخلان، ولكن لا يجدوا أحد. ونتاشا تختبئ، وأمان يرى الخنجر ويقول لا يجب أن يظل هذا الخنجر هنا. ونتاشا تقول أن الحصول على الخنجر ليس أمرا سهلا، ولكن عليها أن تأخذه لكي تتمكن من حبس ريحان. والجدة والعمة يعتنون بشيري، ثم تستيقظ فيسألوها إذا كانت بخير، فتسألهم شيري كيف أتت إلى هنا، ويخبروها أن ريحان هو من جلبها. وريحان يتحدث في الهاتف، ثم شيري تذهب له، فيتذكر ريحان ما فعلته ويغضب منها، وشيري تخبره أنها أتت لتعتذر منه، فيقول لها ريحان أنه وضع لها راتب 6 أشهر على حسابها مقدما، فتفرح شيري وتقول له أنها لن تستطيع أن توفي له هذا المعروف، فيخبرها ريحان أن هذه عقوبة وستدفع ثمن أخطائها وستفعل ما سيخبرها به. وريحان يقول لشيري أن تذهب إلى المستودع وتحضر توصيلة السجاد، فتقول له شيري أن الوقت متأخر، فكيف ستذهب وحدها؟ فيخبرها ريحان أنها إن لم تذهب فيمكنه استيراد الراتب منها، فتقول شيري أنها تحتاج المال من أجل عملية موته وتذهب. وشيري تركب عرباية لتذهب بها، وريحان يتصل بخانة ويخبره أنه أرسل شيري إلى المستودع لتجلب السجاد بنوبة غضب، ويطلب منه أن يذهب ويساعدها، ولكن هاتف خانة يقع منه ولا يسمع ما يقوله ريحان. وشيري تبحث عن المستودع وتجد رجلين، فتسألهم إذا كان يوجد مستودع قريب من هنا، ولكنهم يضايقوها، فتركض شيري وهم يركضون ورائها. وريحان يرى الخنجر ويفعل سحره ويخفيه، وتابيزي تخبرهم أن صائد الجن يريد الحصول على هذا الخنجر لمهاجمة ريحان، لأنه يعرف أن هذه نقطة ضعفه. فيقول أمان لهم أن نقطة ضعف ريحان هي أخيه فرحان، فتقول رشني حتى فرحان سيكون لديه نفس هذا الخنجر، فيخبرهم أمان أن هذا يعني أن حياة فرحان أيضا ستكون بخطر وعليهم أن يجدوه. وشيري تختبئ بمكان وتبكي وتتصل بريحان، لكن هاتفه صامت ولا يسمعه.
ورشني تتحدث مع ريحان وتخبره ألا يقلق، وتقول له أنهم سيجدوا فرحان. فيقول لها ريحان أنه لا يعلم لماذا فرحان بعد عنه هكذا، ويفرجي لرشني إسورته ويخبرها أن كل عقد في هذه الإسورة به وعد من أخيه. ثم ريحان يقول لرشني أن أمان سعيد للغاية بحملها، ويسألها لماذا لم تخبر أمان بأمر الصفقة حتى الآن، فتقول له رشني أنها ستخبر أمان بالوقت المناسب. وريحان يطلب منها أن تواعده، فيأتي أمان ويسألهم أي وعد، فتقول رشني لأمان أن ريحان يريد أن يخطب. وشيري تتصل برشني لكنها أيضا لا ترد، وتجد الرجال أتوا خلفها، فتركض لتنقذ نفسها والهاتف يقع منها على الأرض. ورشني تقول لأمان وريحان أن فرحان كان لا يريد من ريحان أن يتزوج، وإن علم أنه خطب فبالتأكيد هو سيأتي. وأمان يسأل لكن من هي الفتاة، فتخبره رشني ناتاشا، وتقول له أنها حبيبة ريحان. وفي نفس الوقت ناتاشا تقول أنه صعب عليها الوصول للخنجر، وتجلب خاتم وتقول أنها إن جعلت ريحان يرتدي هذا الخاتم فسيكون هذا جيد، وتفكر كيف ستجعله يرتديه. ثم يأتي ريحان لها ويطلب منها الزواج، ويخبرها أنه يريد أن تتم الخطوبة غدا. فتقول ناتاشا في نفسها أن عليها أن توافق لكي تجعل ريحان يرتدي الخاتم، وتوافق ناتاشا على الزواج منه. وشيري تحاول الاختباء من الرجال وهم يلحقون بها. ثم رشني تتصل بريحان وتسأله إذا تحدث مع شيري، لأنها وجدتها متصلة بها عدة مرات. فيتحقق ريحان من اتصالاته ويجد عدة مكالمات فائتة من شيري وخانة. ثم يتصل ريحان بخانة، فيعتذر خانة منه ويخبره أنه لم يسمع حديثه، وحاول الاتصال به عدة مرات لكنه لم يجيب. فيعرف ريحان أنه لم يذهب لشيري، وريحان يركض ويصل للمكان المتواجد فيه شيري ويبحث عنها. وشيري تجلب زجاجة وتكسرها على رأس الرجل فيعصب كثيرا. وأمان يجلب لرشني السلطة ويخبرها أن عليها أن تتناول طعام صحي، فتطلب منه رشني أن يتناولوه سويا. وأمان يأكل منها ويطعم رشني، ولكن أمان يسعل كثيرا ويطلب من رشني أن تجلب له الماء. ورشني تبحث عن الماء، وأمان يسقط من النافذة، فتصرخ رشني وتنصدم، وأمان يتأذى ويفقد الوعي. وريحان يبحث عن شيري، ويأتي الرجال ليمسكوها، فتصرخ شيري وريحان يأتي لهم ويضربهم. والرجال يرون عين ريحان زرقاء فيخافوا ويهربوا. ورشني تذهب لأمان وتبكي وتحاول أن تفيقه، ولكنه لا يستيقظ. وريحان ينظر لشيري ويجدها تبكي وخائفة. فما الذي حدث لأمان فجأة؟ لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتحطوا لايك للفيديو علشان أنزل باقي الحلقات.